بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: صديقي العزيز من الجزائر أبو معاوية المسيلي وفلسفة التاريخ. صديق عزيز وغالي ولا أنساه، وصاحب فضل علي عندما زودني بصور لعدد من المؤرخين الجزائريين الأفاضل أفادني في كتابي مؤرخون من الجزائر، وأنا تعرفت عليه في هذا العصر الإلكتروني العجيب، فطلب مني أن أخصص حلقة عن فلسفة التاريخ. وإذا طلب مني جزائري فاضل طلبا لا أستطيع إلا أن أقول له حاضر. طبعا التاريخ هذا شغلانة، والمؤرخون يتصورون أنهم فهموا التاريخ. أنا في تقديري أنه لا زلنا نحتاج فهم التاريخ. يقولون أن التاريخ عناصر الإنسان والمكان والزمان. جميل. وأبو العلوم، أنا أعتقد أن تعبير أبو العلوم هذا يحتاج إلى تأنٍ. كافة العلوم موجودة في التاريخ، وهناك نظريات لتفسير التاريخ، لتفسير حركة التاريخ. هناك نظرية الرجل العظيم لتوماس كارلايل التي يرى فيها أن التاريخ يتحرك من خلال الأبطال، وله كتاب عن البطولة والأبطال. في تقدير متواضع أن البطل هو البيئة أو العصر الذي أفرز البطل أصلا، وقضية تفاعل بين الفرد والمجموعة. هناك نظرية التحدي والاستجابة عند توينبي، وهي من أفضل النظريات. ودرس توينبي الحضارات ولاحظ أن هناك مناطق ما كان ممكن أن تظهر فيها حضارة فإذا بها ظهرت، وتتبع نهر النيل فلم يجد حضارة تقوم فيه إلا في دولة المصر. وقال الحياة والتاريخ تحدي واستجابة، challenge and response. وهذا الرجل عالم قدير له مواقف عظيمة. وقف بجوار مصر عندما أمام قناة السويس سنة 56 وقال أنا أقف بجوار مصر ضد بلادي. وقف بجوار الحقوق العربية وقال إن تصريح بلفور كارثة كبرى، وأنا أشعر بالعار أن بلادي أصدرت تصريح بلفور. وهذا الرجل كان معجبا بجمال عبد الناصر وزار مصر وألقى محاضرات في جامعة القاهرة، وتم نشر هذه المحاضرات. وله كتابه العظيم دراسة التاريخ، ونظرياته تعتبر من أفضل النظريات. والدين يلعب دورا مهما في نظرية أرنولد توينبي. وقد تأثر واستفاد من ابن خلدون، وقال أن ابن خلدون توصل إلى فلسفة التاريخ، وهذا أعظم إنجاز بشري في أي زمان وأي مكان. نأتي للمادية التاريخية، وروادها كارل ماركس وفرانكلين أنجلز. وهذه النظرية ترى أن العامل الاقتصادي عامل رئيسي في تفسير التاريخ. ويرى كارل ماركس ضرورة قيام ثورة دموية حمراء تستولي فيها البريطانية على وسائل الإنتاج وتقضي على سيطرة العناصر البرجوازية، وبدأ تطبيقها بالقضاء على حكم القياصرة في روسيا. في تقدير أنها نظرية فاشلة، وأثبتت فشلها بانهيار الاتحاد السوفيتي أمام العالم. وقال هذا غورباتشوف عندما ألف البروسترويكا. ولأن النظام الشيوعي نظام قمعي فاسد وأفكاره غير واقعية، والآن تجد تجارب شيوعية طورت نفسها بالارتماء في تطوير رأسمالي واضح للغاية، مع تقدير لمن يأخذ ومن يتبنى التفسير المادي للتاريخ. هناك نظرية الدورات لفيكو، وهي نظرية مهمة، وفيكو استفاد من ابن خلدون. ابن خلدون عبقري من عباقرة الإسلام، وتوفي عام 1105، ويقدم لك نظرية متكاملة. ردد أحد المؤرخين الأفاضل أن ابن خلدون قام بالسطو على إخوان الصفا عندما تناول مقدمة. هذا كلام غير علمي وغير دقيق، وكانت زوبعة في فنجان. من يطالع المقدمة يدرك تماما أنك أمام عقلية من نوع خاص، وكما هو وصف نفسه ووصف مقدمته: ألهمنا الله إلي إلهاما. وابن خلدون تكوين علمي متعدد ومتنوع، ولم يسجن نفسه في سجن التخصص، وتابع ولاحظ المشروع الصليبي ثم المشروع المغولي في تجربته الأولى، وعصر تيمور لنك. ثم هناك حدث خطير، الفناء الكبير، الطاعون الجارف أو ما يعرف بالبلاك ديس،
الذي شمل العالم. وعاصره ابن خلدون عندما كان في 18 من عمره، وأدى إلى الفتك بأساتذته. وابن خلدون شقيقه قتل في بجاية، ووالده ووالدته وأفراد من أسرته غرقوا في رحلة القدوم إلى مصر، فنكب بنكبات، بالإضافة إلى أنه ظلم وسجن مرتين. فالرجل في المقدمة يتحدث عن العصبية وعن قيام الدول وسقوطها، ويقدم آراء في غاية الأهمية، ومقدمته ترجمت إلى عديد من لغات العالم. وأخيرا هناك ترجمة برتغالية وترجمة صينية وكورية. وبالفعل قال عنه أرنولد توينبي أنه توصل إلى فلسفة للتاريخ، وهذا أعظم إنجاز بشري في أي زمان وأي مكان. هناك نظريات كثيرة لتفسير حركة التاريخ. طب ما الحل؟ الحل تنويع النظريات. لا يمكن الأخذ بنظرية واحدة لتفسير التاريخ. وفكرة أن الإنسان يملك الاختيار الفعلي التاريخي أكذوبة، لأن البعض ينظر للتفسير الديني للتاريخ على أساس أنه موضة قديمة، وفي السماء رزقكم وما توعدون وما النصر إلا من عند الله. نحن نتيجة الانبهار بالاتجاهات التغريبية الحديثة العلمانية قلدنا الغرب، وتوارى الجانب الديني. هذه كارثة. وما النصر إلا من عند الله. التاريخ رحلة الإرادة البشرية مع جانب من الاختيار البشري، لكن من المؤكد أننا جميعا في دائرة الاختيار الإلهي، وهذه ليست دروشة، لأن البعض يفسر التاريخ كفعل بشري منفصل عن إرادة الله. هذا كلام غير صحيح. وطبعا هناك كتب كثيرة عن التاريخ، وقيل من حفظ التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. بصراحة أخطر شيء تقسيم العصور. يعني أنت إذا أردت أن تتجه إلى فلسفة التاريخ، عليك أول شيء معرفة ماهية التاريخ. تاريخ نهر متدفق غير قابل للتقسيم، وأخطر شيء تقسيمه إلى أقسام غير موجودة أدت إلى عدم دراسة الظاهرة التاريخية متكاملة. كل التاريخ معاصر، ففكرة القديم والوسيط والحديث أكذوبة كبرى. توينبي بنفسه لم يتمسك بهذا، وتلميذه شفيق قربان لم يتمسك بهذا. فالتاريخ نهر غير قابل للتقسيم، ونتيجة لهذا التقسيم الاعتسافي من بعد 1405 برحيل ابن خلدون نحن في جدب فلسفي. فنتسول، وأنا أقول هذه الكلمة وأنا أقصد معناها، من الغرب بنظريات لتفسير تاريخنا. هذه مصيبة. نحن الذين علمناهم، نحن الذين ظهر منا 4000 مؤرخ كتبوا في 50 مجال من مجالات الكتابة التاريخية. فهذه نقطة مهمة للغاية. والتقسيم الثلاثي أضرنا إضرار كبيرة. كل التاريخ معاصر. توت عنخ آمون كان معاصرا، حمورابي كان معاصرا. كل التاريخ معاصر. تقسيم الثلاثي صناعة غربية أتى بها المؤرخون المصريون الذين درسوا في الغرب، فتحدثوا عن العصور الوسطى والتاريخ القديم. هذا إذا قال البعض أن العالم كله يسير بهذا الكلام، بالراحة. الصينيون لا يعترفون بالتقسيم الثلاثي. التاريخ نهر غير قابل للتقسيم. جيناتنا تلاحقنا، وتستطيع أن ترصد رحلة الجينات العابرة للعصور من خلال صفات الشعوب. لا تزال بالذات في الشعوب النهرية في مصر والعراق وبلاد الشام والصين كما هي هذه الصفات، مما أكد أن التاريخ نهر غير قابل للتقسيم. فقبل أن نتحدث عن نظريات تفسير التاريخ، نعالج المرض الأصلي تقسيمه من أجل تخصصات وهمية. وتصارع المؤرخون على ألقاب أكذوبة. ألا يكفيك أن تكون مؤرخا؟ ولكن لا يريد يقول أنا مؤرخ العصور الوسطى. منذ كم يقول؟ من القرن الخامس 15 قرون في جيبك. طب بعد 5 قرون هل ستظل هذه الوحدات كما هي؟ إذا أنت حنطت التاريخ، بينما التاريخ نهر متدفق. هذا كلام غير منطقي. فبصراحة تقسيم ثلاثي أكذوبة غربي استوردناه، وأصبحنا غربيين أكثر من الغربيين. هذا كلام غير منطقي. وطبعا الغرب أخفى مراحل خطيرة. أكفى الوجود العربي الإسلامي في أمريكا. نحن الذين اكتشفنا أمريكا قبل كولومبوس،
واخفى الوجود الاسلامي في استراليا، فمناطق مغيبه عمدا، وتم الفك ب 200 مليون هندي احمر في مذبحه جماعيه ضخمه. وتاريخ الغرب مذابح، انا لا ادعي. 10 مليون شهيد جزائري على مدى 132 عاما، و200 مليون هندي احمر في امريكا وفي استراليا قضاء على السكان الاصليين وكانوا مسلمين. انظر الى الخريطه كي يتضح لك ان اندونيسيا التي وصل اليها المسلمون التجار الحضارمه اليمنيين بجوار استراليا، ووصف المسلمون استراليا وقالوا جزيره جوا الكبيره تمييزا لها عن جزيره جوا الاندونيسيه، ووصف احيانا الكون الذي يوجد الا في استراليا. هذه تمت تغطيه هذه الاشياء، التغطيه على جريمه كبرى تماما مثل ما فعل الصهاينه بفلسطين، وقضوا على 528 قريه فلسطينيه وابادوا مساحات شاسعه زرعوا فيها ادغال وغابات لاخفاء معالم جريمه. بصراحه نحن قصرنا في انفسنا عندما تبنينا نظريات غربيه لتفسير تاريخنا وتصورنا الغرب متفوق. نحن جعلناه يتفوق بتخاذلنا وتقسيمنا العصور وارتداء ملابس غربيه ليست مقاسنا اصلا. لعلي اجبت قدر الاستطاعه في حلقه صغيره للصديق العزيز الذي لا انسى فضله. وابو معاويه المسيلي هذا الشاب نابه، واتوقع يوما ما ان يحصل على الدكتوراه، لان لديه عشق غريزي للعلم والثقافه والفكر، واحيانا يرسل لي على المسجد الساعه السريعه كل حلقه عن كذا، وانا طبعا اذا طلب مني صديق جزائري طلبا لا استطيع ان اقول له فاقوم باعداد حلقه. فهو صديق عزيز وانا لا انسى فضله. اتمنى ان في هذه الدقائق اكون اوضحت الصوره، وانا واثق انه سيوفق توفيقا عظيما، وتمنياتي له ولزملائه الاعزاء. شكرا جزيلا.